إذا كان مبدأك في هذه الحياة حلال أو حرام، إذا كان حلال أخذته، وإذا كان حرام وإن كان فيه كما يبدو لك خير تركته، فحاب إني أبشرك أنك من الأشخاص الذي سيرضى الله عليهم. في هذا العصر وفي هذا العالم هناك الكثير والكثير من الشبه، ونحن كمتخصصين في مجال التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والمالتي ميديا في أشياء كثير محرمة وأشياء كثير جدا مشبوهة وفيها شبهة. فلما يكون شغلك في مجال السوشيال ميديا والتسويق الإلكتروني أو أي من مجالات التحول الرقمي بمبدأ هل حلال أو حرام، صدقني أنك ستجد التوفيق في حياتك. تكلمت في فيديو سابق عن موضوع الموسيقى وأدليت بوجهة نظري، وإن لم تكن مجرد وجهة نظر بل هي يعني حكم واضح في الشرع أنه حرام وضع الموسيقى والصور المحرمة والصور العارية، إلا أنه في كثير بيختلف معايا وكثير لن يهتم لما قلته. إلا أنه حاب أقول لك أنه لا زال هناك الخير، ولا زال هناك أشخاص كثير مبدأهم في أي عمل يشتغلوه هو هل حلال أو حرام، أو هل يرضي الله أم لا. فإذا كان يرضي الله أخذوه، وإن لم يكن يرضي الله تركوه، وإن كان فيه حسب ما يظهر لهم الخير الكثير. ومن هؤلاء الأشخاص اللي بنتعلم منهم كثير في مجال التسويق والتسويق عبر السوشيال ميديا هو الأخ القدير أحمد مثنى. حدث كذا معي موقف جميل معه، فحبيت إني أشاركه معكم. أنا دائما أتواصل مع الأخ أحمد مثنى على الدايركت أو حتى على الواتساب، الدايركت في إنستغرام. كذا حصلت مقطع ريلز يتكلم عن طريقة في التجارة الإلكترونية الذي هو تعتبر طريقة فيها شبهة. أنا لم ألتفت لهذا الجانب وما ركزت، شاركت الفيديو هذا مع الأخ أحمد مثنى دايركت، حيث إني حبيت إني أشارك الموضوع هذا، وأصلا إنه شغال كثير بالتجارة الإلكترونية والمتاجر الإلكترونية. فإيش كان رد على الرسالة؟ قال هذه شبهة وفيها نوع من الكذب والحرام، بالرغم أن الطريقة اللي شاركتها معه طريقة مرة مجدية وبتجيب نتيجة في مجال التجارة الإلكترونية بشكل جدا كبير، بتحقق مبيعات منها بشكل جدا عملاق، بل وتعتبر استراتيجية إذا تم تطبيقها بشكل صحيح. إلا أنه جاوبني إجابة كذا خلتني أفكر مرة ثانية أنه لازم نستوقف أنفسنا في كل شيء نسويه في مجال عملنا، هل حلال أو حرام. بالرغم من حرصي الكبير في هذا الموضوع، وأدعو الله أنه يوفقني في هذا الموضوع، يعني إني أتحرى الحلال من الحرام، إلا أنه شيء جميل أنه يكون عندك صديق أو مستشار تستشيره في الأشياء هذه أو تشاركه الأشياء هذه ويوجهك، مثل الأخ أحمد مثلا. وهو من الأشخاص النادرين صراحة اللي يعني قليل، تقدر تقول عليهم قليل جدا ينتبهوا لهذه النقطة ويخلوا العمل أو يخلوا مجال شغلهم يشيلهم تماما عن هذا الموضوع. صراحة حبيت إني أشارك هذا الموضوع معكم اليوم، وصراحة حاب إني أنصح مرة ثانية: اعمل ما يرضي الله، ومن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. تأكد أنك إذا تركت شيء بسبب أنك خفت أنه حرام أو أنه ما بيرضيش الله، والله أن عوض الله سيكون أفضل. وتذكر دائما أنك في دنيا يوم من الأيام ستنتهي، وأنها ليست هي دار القرار وليست هي المكان الذي ستستقر فيه. فاجعل عملك بناء للآخرة وليس حصولا على لعاعة في الدنيا. وخلينا شوي من موضوع أن المقطع تحول إلى ديني، إلا أنه فعلا إحنا أشخاص لنا هدف واضح في الحياة هذه، وإذا كنت تختلف مع وجهة النظر هذه هذا حقك الكامل، يعني لأنه حاب أني أوجه لك وجهة النظر هذه وأنصحك بها. لتصلك مزيد من هذه النصائح تقدر تتابع صفحة الأحمد، وإذا عندك أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي تحت بالتعليقات وبإذن الله برد عليك. بالتوفيق.